وبس. عارف الإدمان مش بس المخدرات أو الكحول، في إدمان تاني هادي وخبيث اسمه إدمان الإباحية. حاجة بتبدأ بفضول بتكبر مع الوقت لحد ما تلاقي نفسك واقع في فخ مش عارف تخرج منه. المشكلة إنه مش مجرد عادة سيئة، ده إدمان بيدمر حياتك وعلاقاتك ومستقبلك. طب ليه الإباحية بقت إدمان؟ زمان اللي كان عايز يشوف حاجة من دي كان لازم يبذل مجهود، يدور، يخاطر. لكن دلوقتي ضغطة زرار الإنترنت والأقمار الصناعية فتحت الباب على مصراعيه. مش بس كده، ده في اقتصاد ضخم بيدعم الإباحية بمليارات الدولارات. الإباحية بقت في كل مكان، وده اللي بيخلي علاجها أصعب من المخدرات. طب ليه أصلا بنقع في الفخ ده؟ ممكن يكون بسبب الهروب من المشاكل، بيت مفكك، مشاكل مع الأهل، إحساس بالوحدة. كتير من الشباب بيهربوا للإباحية كأنها ملجأ مؤقت، مكان بيحسوا فيه بالراحة، بس راحة زائفة. ممكن يكون إن العالم مفتوح، المجتمع بقى متسامح مع الإباحية بطريقة عمرها ما حصلت قبل كده. زمان كانت عيب، دلوقتي بقت موضة. المخ بيشتغل ضدك، أصل المتعة اللي بتحصل عليها من المشاهدة بتخدع مخك، بتحفزه يطلب أكتر وأكتر، زي بالظبط إدمان المخدرات. طب تعالوا نحكي حكاية مينا شاب صغير، أهله دايما بيتخانقوا، البيت كله توتر، مفيش حضن دافي، مفيش حد يسمعه. يوم ورا يوم بدأ يدور على حاجة تهربه من الواقع لحد ما لقى. في الأول كانت مرة وخلاص، لكن بعدها بقت إدمان يومي. مينا بدأ يحس بالذنب، حاول يبطل بس كل مرة كان بيرجع تاني. بقى حاسس إنه أسير في سجن صنعه بإيده. الإباحية مش حاجة عادية، ده خطر حقيقي. بتعمل ايه؟ بتموت الحب الحقيقي، بتعلم مخك ان المتعة لحظية وان العلاقات الحقيقية ملهاش قيمة. الإباحية بتدمر علاقتك بربنا، بتحس بالذنب والخجل، فبتبعد عن الصلاة وعن التوبة وعن كل حاجة حقيقية. الإباحية بتضيع مستقبلك مع الوقت، بتأثر على تركيزك، على إنتاجيتك، وبتخليك أقل ثقة بنفسك. الحل فين؟ طب هو في أمل؟ أكيد. واجه نفسك واعترف بالمشكلة. طول ما بتبرر مش هتقدر تبطل. كمان شوف حد تثق فيه واحكي له، ممكن يكون خادم أو صديق أو مشير. اشغل وقتك بحاجات مفيدة زي رياضة، مواهب، خدمة، أي حاجة تبعدك عن الوحدة اللي انت عايش. كمان قوي علاقتك بربنا. التوبة مش بس ندم، التوبة قوة بتاخدك لحياة أنقى وأجمل. في الختام، مش عيب تقع، العيب إنك تستسلم. الإباحية مش حاجة عادية، ده مرض بس له علاج. خد الخطوة النهاردة وابدأ رحلة التحرر. إهداء إلى روح الدكتورة شيري فؤاد. كلمتين وبس. إعداد وتقديم صموئيل الأمس، ماجستير مشهورة من جامعة هولي صوفيا.